السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في أول حلقة من حلقات ايجيبت تيونينج 101. إن شاء الله السلسلة دي هنتكلم فيها على ثقافة تيونينج العربيات في مصر، تيونينج بمعنى الأداء البرفورمانس. المستهدف الأول بتاعي هم الشباب اللي معدلين العربيات. مش كل الناس مذاكرة بنفس القدر ومش كل الناس فاهمة بنفس الطريقة. في ناس بتروح بتدفع فلوس بتاخد عربية ويقول لك أنا والله بطلع كذا حصان من غير ما يطلع على داينو، من غير ما يجرب، من غير أي حاجة. مش كل الناس مذاكره زي بعض. في حد بيشوف حد مركب القطعه الفلانيه ولا الشارج بايب الفلانيه ولا الديسشارج بايب، طب هي دي بتعمل ايه، طب هي تفرق، هتخليني اسرع ولا مش اسرع. فده المستهدف الاول. المستهدف الثاني بتاعي هم الناس اللي مثلا عنده موتور 2000 تربو ويفكر طب اعمل تيونينج ولا لا، هو الموضوع ده خطر، طب هيقصر لي عمر الموتور، طيب هو الايثانول، طيب شويه الاسئله والحاجات اللي احنا بنشوفها ومنتشره. المستهدف الثالث عموما هو قاعدة العريضة بقى لمحبي السيارات، وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة. في مفاهيم كتير جدا مغلوطة وبتنتشر. الناس بتذاكر وبتقرأ على الانترنت وبتجتهد كده مع نفسها وتقول معلومات، ولا هي مجربة تيونينج ولا هي مجربة الحاجات دي بتعمل ايه. ويجي يقول لك مثلا فور اكزامبل الايثانول، والله نجيب العربية من غير ايثانول نعمل اداء 0%، ونجيب العربية تاني بعد ما حطينا الايثانول ونجرب 0%، ونشوف والله لو اتحسنت يبقى كده الايثانول ده بيشتغل. هو الايثانول مين قال ان هو بيزود احصنة؟ الايثانول مين قال ان هو هيسرع 0%؟ الايثانول مين قال ان هي دي طريقة التستنج بتاعه، او ان اصلا هو ده الحاجة اللي الناس بتحطه علشانها؟ فان شاء الله الكلام ده هنبينه. بمناسبة الصفر المية عايز احكي لكم على العربية معانا من ساعة ما كانت 250 حصان لغاية لما بقت 400 حصان، وبأحسن كاوتش وفي أحسن ظروف وكل حاجة. الزيرو المية بتاعها في حدود الست ثواني. طب يعني ال 150 حصان دول كلهم ما فرقوش؟ لا. تعالى بقى بعد، يعني تعالى على سرعات تانية، سرعات مختلفة بعد ما تعدي الحتة اللي فيها الكاوتش بيفرك وفيها الانكونسيستنسي والكلام ده. ده حاجة وده حاجة تانية خالص، مفيش مقارنة أصلا. فبالتالي أداء الصفر المية ده أو اختبار الصفر المية ده في قصة التعديل مش هو كل حاجة، هو انديكيتور في بعض الأحوال. هي إن شاء الله هنتكلم على الكلام ده. بسرعة كده، إحنا مين؟ أنا مجرد واجهة لمجموعة من الأصدقاء في ما بيننا عدد عربيات مش بطال. عندنا خبرة كبيرة في قصة التعديل في عربياتنا. إحنا معدلين، متونين، جربنا هاردوير مختلف، جربنا سوفت وير مختلف، جربنا قطعة قطعة ونشوف هي بتعمل إيه. عندنا ادوات لوجينج وقرايات لتجربه الحاجات زي الوتر ميثانول، زي الايثانول، زي الكلام ده كله. واحنا كمان مجموعه بتذاكر وبتحب تدقق وبتحب تريسيرش وتجرب حته حته وتركب دي لوحدها تشوف الفرق، وبعدين تغير تشيل دي وتحط دي وتشوف الفرق، وبعدين تحط الاثنين مع بعض وتشوف الفرق، وهكذا. والحمد لله احنا مرجع لناس كتيره من اللي بتتون جديد. عاده اللي بيعمل تيونينج جديد او بيبقى داخل في القصه ما بيبقاش فاهم كل التفاصيل وعارف كل حاجة، غير واحد اتكحرت وجرب بقاله 4 5 6 سنين في القصة دي وجرب كل الحاجات وفاهم. فاللي جاي جديد ده بيبقى الدنيا بالنسبة له ملخبطة. طيب انا من الاخر عايز، يعني في مش كل الناس برضو بتحب التفاصيل. انا عايز كذا، انا عايز ابقى اطلع لكذا حصان، فانا هدفع كذا وخلاص. اعمل ايه؟ واحد اتنين تلاتة. السلسلة دي للأسف مش هتبقى للناس دي. الناس اللي هي عايزة من الآخر يعني أركب دي ولا ما أركبهاش، أعمل دي ولا ما أعملهاش، مش هو ده الهدف. هتبقى نوعا ما إن شاء الله يعني حاجة كده شبه Engineering Explained، بس مش بنفس التفاصيل هتبقى أخف شوية. هنحاول اديكوا تجارب عمليه. يعني مثلا بصوا على الفيديو ده اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، دي حاجه اسمها تايمنج ريتارديشن بتاعه الموتور. الاربع سلندرات العربيه فيها نوك سنسور يقدر يديتكت لو في سلندر حصل فيه نوك او تسقيف، وريتارد تايمنج علشان يمنع التسقيف ده. شايفين ماينس 3 درجات، ماينس 4 درجات. طب هو ايه اللي خلى الدوسه دي يبقى فيها ريتارديشن؟ ده هنتكلم عليه ان شاء الله. هنا مثلا بص على درجة حرارة الانتيك. الجو بره درجة حرارته 31 ونص. شايف عمالة بتنزل ازاي؟ كل ما العربية الار بي ام بيزيد ودايس عليها 22 درجة اقل من درجة الحرارة بره بحوالي 10 درجات. انت بتدخل هواء للموتور ابرد من بره. طيب ده ازاي؟ ده الوتر ميثانول لما نجيله ان شاء الله. هنا درجة حرارة الهواء اللي داخل الموتور 90 درجة. انت متخيل عاملة ازاي؟ ده بسبب التكييف والوقفة في الحر. هنتكلم على التربوهات. ده تربو كي او 4. يفرق ايه عن الكي او 3؟ دي المراوح بتاعته. دي المروحة التوربين سايد او الاكزوست سايد، ده اللي على الشمال الكي او 3 وكي او 4. هنتكلم على الهايبريد تربو. الهايبريد تربو ما هوش تربو بيشتغل بالكهرباء وبيلف الهواء. هنتكلم على الويست جيت. الويست جيتس اللي بيركبوا ويست جيت فورج تفرق في ايه. هنتكلم على جي اف بي دي في بلس، يفرق ايه عن حساس التربو العادي. التشارج بايب والديسشارج بايب شرحه تفرق ايه عن الستوك.
الانتركولر، الناس اللي بتركب الانتركولر الاس 3، والانتركولر اللي انتوا شايفينه اللي جوه ده الستوك، واللي بره ده انتركولر اكبر منه. طيب ايه القصة وايه الحواديت هنتكلم عليها ان شاء الله لما نجيلها. الووتر ميثانول هنتكلم فيه بالتفصيل، وعندي فيه يعني اكتشافات ومشاكل قابلتنا برضو ايه هنتكلم فيها. علبة البيئة السبور، علبة البيئة السبور مع الداون بايب، طب هنركبها ليه وهتقلل باور ولا لا وهتفرق ولا لا. الكويل باكس الحمراء، الناس كلها عايزة الكويل باكس الحمراء، عايزة الكويل باكس الاي بي ار. طيب ايه الكلام في القصة دي. الكلاتشات بتاعت الفتايس الدي اس جي، والتيونينج بتاع الفتيس، والكلاتش فيه سليب ولا لا، كل الكلام ده هنتكلم عليه. اللورنج سبرينجز، انا مش خبير قوي في العفشه، بس يعني في حاجات احنا اللي احنا مجربينه هقول لك والله احنا لقينا ايه لما جربنا. دي حاجه اسمها ايباخ برو كيت، اللي هي السوسه السوداء، اقصر من الستوك بحوالي 3 سم، هنتكلم عليها ان شاء الله. دي من الحاجات المهمه جدا اللي هنتكلم عليها. هي الاضاءه بتاعه العربيه. انا بالنسبه لي اي عربيه بسم الله الرحمن الرحيم، نور، فرامل، كاوتش، دول اهم 3 حاجات واكتر 3 حاجات بصرف فيهم. مش مهم بقيه الحاجات، ممكن بقيه الحاجات كلها تيجي بعدين. فدي العدسه الستوك بتاعه العربيات الفي دبليو الزينون شكلها عامل ازاي. والعدسه اللي على اليمين دي عدسه زينون، وبعدين شلناها وركبنا ليد، فهنتكلم على الكلام ده برضو كله باذن الله تعالى. الفرامل الاكبر، فرامل الار، الطنابير المخرمه، الطنابير المشرطه، انواع التيل السيراميك كومباوند. يفرق ايه الكلام ده. بصوا مثلا اختبار الفرامل ده معمول بدراجي، دي نفس العربيه نفس الاسفلت في نفس المكان، فرامل من 100 لصفر. شايف اللي على الشمال 52 متر، اللي على اليمين 39 متر، انت بتتكلم في حوالي 13 متر فرق من مجرد 100 للصفر. طب ايه اللي اتغير في العربيه دي، هنجيله ان شاء الله. حاجة مهمة جدا في اختبارات دراجي مش كل الناس بتتكلم عليها، هو الاختبار ده فاليد ولا لا. الفيديو اللي انت بتشوفه اللي هو فيه عداد وبيعد الثواني والكلام ده، ما بيقولكش هو فاليد ولا لا. انت ممكن تكون على مطلع، ممكن تكون على منزل، ممكن تكون على حتة مطلع ومنزل، هنتكلم على الكلام ده. درجة الحرارة الجو، الارتفاع عن مستوى سطح البحر، واهم حاجه اسمها الدنسيتي التيتيود، شايفين هنا ماينس 75 متر، ده يغير لك نفس العربيه بنفس كل حاجه، يغير لك النتيجه 180 درجه. هنتعلم ازاي نقرا الداينوجراف. دي عربية 2000 تربو متونة، وبعدين دي نفس العربية بس اتغير شوية حاجات في التيون بتاعها. صفات العربية وسواقتها والكاركترستكس بتاعت الأداء بتاعها اختلفت تماما، شكل جراف مختلف تماما. هنيجي برضو للكلام ده بإذن الله. بعض المميزات اللي انا بدعي انها موجوده فينا، اولا احنا بنكره الفتي جدا. عادي جدا ان انا اقول معرفش، عادي جدا ان انا اي حاجه مش فاهم فيها مش لازم انا نو تقول، مش لازم انا ممكن اخش اقرا على الانترنت فهجيب لك الاجابه. لا، احنا لو انا فعلا ما اعرفش او حاجه فيها خلاف، انا هقول انا ما اعرفش وهرفع ايديا. يعني مثلا في ناس بتحلف بالتي اس اي، في حاله الفي دبليو مثلا، في ناس بتحلف بالتي اف اس اي. مش انا اللي هاجي احسم الخلاف، هو ده له مميزات وعيوب، ده له مميزات وعيوب، انا هقول لك هنا وهقول لك هنا واسيبك انت تختار، مش انا اللي هفضل. هيجي واحد يقول لي لا والله ده برقبه ده، خلاص على راسي. هيجي واحد يقول لي لا ده برقبه ده، على راسي برضه. كل واحد له اختياره الشخصي. حاجه تانية من الحاجات الخلافيه، مثلا واحد يجي يقول لك انا لو ركبت انتيك على عربيه ستوك، واحد يقول لك انا هطلع 10 حصان زياده ولا 15 حصان زياده، واحد تاني يقول لك لا مفيش اي فرق. عادة الإجابة هتبقى حتة في النص، مش هيبقى الإكستريم ده ولا الطرف ده ولا الطرف ده، هتبقى حاجة في النص. زائد إن إحنا مش عارفين كل حاجة، يعني إحنا في حاجات كتير جدا ما نعرفهاش. أتمنى إن يبقى ناتج من نواتج السلسلة دي إن الناس تعلمنا معلومات جديدة، ناس تفهمنا حاجات جديدة، تصحح لنا حاجات إحنا ممكن نكون غلطانين فيها. أنا ما عنديش أي مشكلة إن أنا أقول حاجة وتطلع غلط، وأطلع أقول أنا كنت غلطان في كذا وكذا وكذا وأصلح الحاجة دي، مفيش أي مشكلة. احنا مش اكتر ناس فاهمه، في ناس تيونرز قد كده اهو في مصر، شطار جدا وعاملين بروجكتس معقده جدا وبيفهموا احسن مننا مليون مره. وهم دول مش مستهدفين من الحلقه دي. احنا الخبره بتاعتنا في مواتير الفي دبليو ال 2000 التي اس اي والتي اف اس اي تحديدا، كتير من مبادئ التيوننج بتنطبق على ايا كان الموتور، لكن لما هنخش نتكلم في السبيسيفيكس بتاعه الحاجات دي، هي دي الخبره بتاعتنا موجوده فيها. لو لقينا حد يتكلم على المواتير، مثلا البي ام دبليو عندهم البوت مود والام اتش دي والحاجات، عندهم اوبشنز لذيذه جدا، والتيوننج ان انت تتون بنفسك عربيتك وتحط الاوبشنز والستارت اب رور ومش عارف ايه، عندهم حاجات لطيفه جدا. فلو حد عنده تفاصيل في الحاجات دي ممكن ان شاء الله نستضيفه في مره من المرات يتكلم على التفاصيل وايه الفروقات بينها وبين الحاجات دي. لكن احنا الاول هنبني البيلدينج بلوكس بتاعه التيوننج. ان شاء الله الحلقه الجايه هتكون بتتكلم على اول حاجه لازم، يعني دي العمدان اللي هبني عليها كل او الاساسات اللي هبني عليها بقيه العماره كلها،
الموتور ده بيشتغل ازاي. هنتكلم كهرباء، هنتكلم هواء، هنتكلم بنزين. هم دول الثلاث حاجات الموتور بيشتغل عليهم. الموتور بيشتغل ازاي؟ فهمت الموتور بيشتغل ازاي؟ خلاص بعد كده ممكن لما اقول نوك، لما اقول ريتارد، لما اقول درجه حراره الهواء اللي داخل الموتور، لما اقول البريشر بتاع التربو، لما اقول اي حاجه من الحاجات دي، خلاص كده ايه، انا بنيت الاساسات واقدر اطلع فوقيها باذن الله. ونشوفكم في الحلقه الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.